السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فتيس جاي لنا عن طريق السمعة بفضل الله، ما بيجيبش مرشودين، مش عارف بس كان بينقل قدام ولا لا. هنفوره كده اهو. فتيس جاي بسم الله ما شاء الله نضيف، بس هو متفور قبل كده، متصلح قبل كده اهو، السيليكون اهو وعلى البلف اهو. هنفوره كده وربنا المستعان ان شاء الله. احنا فورنا فتيس تمام. لقينا السيجر ده، دي تيله المفروض بتمسك طقم الكلاتشات بتاع المجموعه بتاعت الطلعه. نور هنا كده بابا تمام، كله متخربش اهو. بتاع الباندا بعمود اهو تمام، وده معوج اهو، وطالع من هنا حامي. امسك كده اهو، امسك كده، خلي سيب الفتيس، امسك التليفون كده سيبه تمام. ده غير الحساس اصلا اللي شغال على البند ده، طالع بالشكل ده. كلاتش اهو، السيرفيس بتاع الكلاتش اهو. حساس طالع بالشكل ده كده اهو، وده المفروض بيركب هنا كده، المفروض ده بيركب هنا كده اهو كده تمام اهو كده، رد في مكانه. والسيجر ده المفروض بيمسك المجموعه دي. طبعا كل المجموعه دي سايبه، فعماله تخبط في قلب الظهر ده لحد ما كسرت الحساس ده. يشكر الله وصلى على النبي. بص كده، بعد ما طلعنا المجموعه لقينا الأوتسيلات متقطعه كلها فين اهي. الأوتسيل اهو طالع طبعا ناشف ومتقطع كله هنا اهو. الأوتسيل ده بيركب فين؟ بيركب جوه هنا اهو. بيمسك كده اهو. طلعنا دي كده اهي، الأوتسيل مقطوع اهو اهو. نص الأوتسيل مش موجود، اللي هو فين؟ اللي هو ده. كام حته دول، كام حته من الأوتسيل دول مقطوعين من جوه اهو، شايفينه كده اهو. من هنا كده مش موجود. اشكر الله وصلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا احنا بنغسل الفتيس عشان نقفله بعد ما جبنا الحاجه بتاعته. هنا كان السيجر اللي بيركب هنا ما كانش راكب كويس تمام، اللي هو بيركب في الداير ده كده ما كانش راكب كويس، اللي بيمسك المجموعه بتاعت الكلاتشات اللي هنا ده. لما نطر وهو في العربيه وابتدى العميل يسمع صوت، ابتدى يعمل شرخ هنا وفي قلب الفتيس جوه. الشرخ اهو، الشرخ اهو تمام. حتى مقصر من هنا اهو لحد هنا. دي الفرغه بقى يا باشا كلها، فرغه الفتيس الداخليه والخارجيه ما عدا الاماميه اللي بتركب فيها طبعا ايه البلوك تمام. وكده ده الظهر بتاع الفتيس تمام. ودي المجموعه اللي كانت سايبه، حتى لو بصيت هتلاقي المجموعه كلها متجرحه من هنا. ده بيركب كده في قلب مجموعه كلاتشات. لما طلع بالتيله، لما التيله فكت وطلع فضل يخبط كده. طبعا الخبط بتاعه ما سابش الفتيس في حاله، خلى الفتيس اتشرخ كله من الالومنيوم من الداخل اهو اهو، من هنا اهو اهو. ودي كده بالصلاه على النبي الفرغه اللي جبناها استيراد اهي، لسه طبعا هتتغسل. وعشان نعرف ان هي استيراد بيبقى بالسيليكون الاحمر بتاع الفابريكا ده اهو اهو كده. احنا منضفينها، هتتشطف بقى طبعا ببنزين اهو. احنا غيرناها ليه؟ غيرناها عشان خاطر اسند كده يا بابا، اسند كده يا بابا،
خاطر التانية فيها شرخ من هنا، التانية لا من هنا كده، الشرخ هنا كده. الحلة التانية فيها شرخ من هنا من عند المجاميع. تمام. الحلة اللي جت اهي. الصلاة على النبي. ده التورك اللي بيركب هنا، بيبقى فيه طبعا الوصلات مقطوعة اهي. الوصلات مقطوعة اهي، لو شايفينها اهي، تشيل مقطوع جوه اهو. تمام. في نفس الوقت الانام مطرقع مكسور اهو، اللي واخد باله من الشرخ اهو مكسور اهو. جبنا واحد اهو، جبنا له وصلات اهي، اتغسلت الحله وبيتقفل بامر الله. ادعوا لنا بالتوفيق. بس هو ايه اللي انت بتحطه ده؟ ده ايه ده، شحم ده ولا ايه؟ الابيض ده؟ اه. لا ده فازلين. بنحط فازلين اهو اه على الوصلات واحنا بنركبها. اه. ان الفازلين مع الزيت، الفازلين مع الزيت بيروح. لكن لو حطيت شحم مع الزيت بيكلكع، هيخش على مجر البلف يقفل المجر. لكن الفازلين مع الزيت بالنسبه خفيفه جدا بيروح اهو، ما بيبانش، وفي نفس الوقت ببات الوسيل من غير ما يتجرح، يبقى حنين على الوسيل. اذكر الله وصلى على النبي. ده بند بعمود جبناه طبعا استيراد برضو، مكان اللي بايظ ده اهو، عشان ده كله اتجرح من هنا، وده شغال عليه الحساس الانبوت. تمام اهو اهو. ودي الحله الاستيراد، وده الوش الالومنيا اهو، بدل ده عشان ده اتكسر طبعا اهو. وبننضف ونقفل ان شاء الله. يا هندسه انت كده بتعمل ايه؟ انا بقفل بقى طقم الالومنيا اللي هو بتاع الوصلات اللي بيحكم ضغط الزيت. بقفله في البند الجديد اهو بعد ما اتغسل اهو، بنقفله في البند الجديد اهو. ماشي. لازم بقى طبعا كل حاجه تتغسل غسله محترمه قوي قوي قوي، ويتكشف عليها قوي 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 قوي، عشان كان في حاجات مكسره جوه الفتيس زي الحاجات دي كده مثلا اهي، وزي الفرغه، والفتيس كله مليان رايش مع الكلاتشات طبعا اللي باظت، فلازم يتراجع مراجعه تامه، عشان شويه رايش صغيرين قوي هيزعلوك زعل وحش قوي. كده بالصلاه على النبي بنقفل ايه طقم الكلاتشات اهو. ولازم نتاكد ان السيجر ده اللي هو التيله دي كده باتت في المجرى بتاعتها كلها، اللي هو زي كده. تمام. عشان دي لو ما باتتش هتعمل مشاكل كتير قوي جامده. زي ايه؟ زي مثلا امسك كده يا بابا، زي دي ما باتتش هنا كويس في مكانها. امسك كده يا حبيبي، هتلاقوها معوجه اهي، لو انتوا لاحظتوا هتلاقيها معوجه، هي ما باتتش هنا في مكانها. سببت ايه؟ سببت ان هي كسرت ده اهي، وبوظت البند ابو عمود ده. تمام. وبوظت الفرغه وملت الفتاش رايش، وحرقت طقم الكلاتشات وقطعت مرشدين. اذكر الله وصلى على النبي من قلبك. هي بقى التيله دي والسيجر ده اهو، ده السبب لما نطر بوظ طبعا الحله بتاعت الفتيس، وبوظ الحته بتاعت الوصلات دي، البيستم بتاع الوصلات ده حاكم وصلات، حاكم ضغط الزيت، والبند ابو عمود كسر الحساس، والحله كمان اتكسرت. الحله بتاعت الفتيس اتكسرت من هنا اهي، شرخت من جوه اهو، ومن هنا اهو الشرخ اهو باين اهو. دي الحله القديمه. يا اسطى ايه البتاع اللي عامله زي السكينه اللي في ايدك دي؟ عامله زي السكينه دي ترومبه الزيت بتاع الفتيس الاوتوماتيك. دي كده الترومبه بتاعت الزيت بتاعت الفتيس الاوتوماتيك، مصورينها من بعضيها عشان احنا بنعمل الفتيس عمره اهو، فلازم تتغسل عشان لو في اي رواسب اي حاجه زي كده لازم تتنضف. دي الترومبه اللي بتاخد الزيت من الكارتير، خلي بالك من مصفى الزيت والكارتير، تضخه في قلب البلف يخلي الزيت يحرك الكلاتشات. سيبني بقى عشان البنزين عامل معايا دماغ. كده نص الفتيس اتقفل اهو بفضل الله، البند ابو عمود وكل حاجه اتقفلت اهو، والفلتر اهو، لسه طبعا البلف والحله. قولوا لنا رايكم في النظافه، وادعوا لنا بالله عليكم، ادعوا لنا. اشكر الله وصلى على النبي. كده بالصلاه على النبي الترومبه اتقفلت، والكورونا اتقفلت، والفلتر اتقفل، والترومبه مجموعه التروس اهو، فاضل الحله والبلف.
دعواتكم لينا ان شاء الله. كده بالصلاه على النبي الفتيس كله اتقفل اهو، والسلات كبالن والفتيس كله بالصلاه على النبي اتقفل اهو. قولوا لنا ايه رايكم في النظافه. وبالمناسبه الفتيس ده عربيته مش عندنا في المركز، الفتيس ده مشحون لنا من بره تمام عشان يتصلح ويرجع تاني اهو. نشكر الله وصلى على النبي، وربنا يبارك لصاحبه ان شاء الله. دعواتكم للخير وبالتوفيق بامر الله.